ريبيرو يا جماعه يلعب بالتشكيل ديت خلال ساعات قدام بالميراس البرازيلي. التشكيله كالاتي: الشناوي طبعا في حراسه المرمى، قدامه على طول الاثنين ديفندر. مين الاثنين ديفندر؟ ياسر، وجنبيه على طول اشرف داري. طب هتلاقي مين على الوينج اليمين؟ هتلاقي محمد هاني. طب الوينج الشمال ريبيرو مصر هيلعب بالدبيس، مع ان عماد النحاس بيتحايل عليه بيقول له يا كابتن ريبيرو الدبيس راجع من اصابه، الدبيس راجع من اصابه. طب ابدا بمين؟ قال له ابدا بالعش، ولكن ريبيرو رافض، مصر يبدا بالدبيس. كل التوفيق للدبيس، بس يعني كابتن عماد النحاس كلامه صح وكلنا مع كابتن عماد النحاس. هو الدبيس فعلا راجع من اصابه، كان بدا بالعش، بس ممكن يكون ريبيرو ليه وجهه نظر تانية. هنشوف دوت خلال الساعات اللي جايه في المباراه طبعا الساعه 7. طب مين في خط النص يا جماعه؟ في خط النص محمد بن رمضان طبعا مفيش جدال عليه، لعيب اثبت وجوده. جنبه مين؟ جنبه مروان عطيه، وجنبه على طول مين؟ حمدي فتحي. طيب هتلعب مين على الوينجين؟ هلعب بالوينج اليمين طبعا زيزو هو الوينج اليمين، لان طبعا طاهر محمد طاهر زي ما انا قلت لكم اتصاب وهيقعد مصاب شهرين. طبعا طاهر مش هيكمل تاني خلاص كده لمده شهرين مع الاهلي. طيب الوينج اليمين زيزو. طب هتلاعب مين على الشمال؟ قال لك هلاعب على الشمال تريزيجيه. طب مين راس الحربه؟ طبعا راس الحربه مفيش اختلاف عليه وسام ابو علي. كل التوفيق للنادي الاهلي. المباراه خلال ساعات، خلاص فاضل ساعتين على المباراه. ان شاء الله كلنا مع النادي الاهلي. لازم بمشيئه الله النادي الاهلي يكسب بالميراث. لازم يعني يخترق الدفاعات، لازم يلعب على اللونج باص، لازم يلعب لو جت لواحد مهارات اللعيبه تظهر. اللياقه البدنيه مهمه يا جماعه، اللياقه البدنيه مهمه يا جماعه. النهارده في ماتش بالميراث، ماتش موت، ماتش حياه او موت. لازم الاهلي يحصل على 3 بونت، مفيش حاجه اسمها الاهلي يتعادل. كل التوفيق للنادي الاهلي، والله كلنا بندعي للنادي الاهلي من قلبنا. يا رب اللعيبه تفرح جماهير النادي الاهلي بالملايين. امبارح جماهير النادي الاهلي فجرا في ميدان تايم سكوير في نيو جيرسي في الولايات المتحده الامريكيه كانوا سهرانين واحتفالات واغاني. لازم ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تاخد بالها من الكلام دوت. لازم لعيبه النادي الاهلي تفرح الجماهير الملايين الموجودين في جميع انحاء العالم اللي ورا فرقتهم. ونفسنا النهارده نفرح والاهلي يكسب بالميراث ونحصل على 3 بونت، وان شاء الله نتصدر باذن الله المجموعه ديت ونطلع دور ال 16. كل التوفيق للنادي. جديده في صفوف النادي الاهلي، طاهر محمد طاهر تعرض لاصابه في الاماميه هتمنعه من المشاركه مع النادي لمده شهرين. يعني طاهر محمد طاهر مش هيلعب مع الاهلي كاس عالم الانديه خلاص كده، وده اللي احنا قلناه. طاهر كان فرحه قبل السفر لكاس العالم للانديه بيوم، يعني البعثه كانت هتسافر بكره، كان فرحه كان النهارده. طب كده ينفع يا طاهر؟ كنت اجلت الجواز لحد ما ترجع من كاس العالم للانديه، الدنيا مش هتطير. انما انت رايح بطوله المفروض اديها كل اهتمامي، المفروض اديها كل صحتي، المفروض اديها كل اللياقه. ان انا اتجوز قبلها بيوم واسافر؟ اهو يعني كان عندك اصابه في الاماميه، الاصابه ظهرت مع اول ماتش انت لعبته قدام انتر ميامي، الاصابه ظهرت يا عم الحاج. طب ليه؟ عشان انت مش مدي كره القدم حقها. يا جماعه انتوا كلعيبه ادوا كره القدم حقها. كره القدم خلتكم نجوم، كرة القدم خلتكم نجوم. الناس بقت تشاور عليكم يقول لك ده طاهر محمد طاهر ده بيلعب في نادي الاهلي، طاهر محمد طاهر ده بيلعب في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. فيها ايه لو كنت اديته للكره حقها؟ رايح تعمل فرحك قبل السفر مع البعثه بيوم، خلاص مفيش وقت يا راجل. اجل الفرح لما ترجع، اجل الفرح لما ترجع. انما تعمل الفرح قبلها بيوم وتبقى مجهد وتروح تتمرن مع النادي وبعد كده تلعب مباراه باتشوكا وبعد كده تلعب مباراه انتر ميامي، الاصابه تظهر يجي يقول لك انت مستبعد لمده شهرين عشان اصابه في الاماميه. حرام عليك. كنت اجل فرحك بعد ما ترجع من كاس العالم للانديه. يا عم اجله خالص واعمله في السنه الجايه، الدنيا ما طارتش. ادوا لكره القدم حقها. اديك دلوقتي طاهر محمد طاهر اصابه، كوكا اصابه، امام عاشور اصابه، ادي 3 من بعثة النادي الاهلي بيفكر ان هم يرجعوا مصر. خلاص ال3 دول خلاص كده مش هيكملوا في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. خلاص طبعا امام عاشور ربنا يقومه بالسلامه. امام عاشور طبعا يعني اصابه في الترقوه، ربنا يقومه بالسلامه. الحمد لله عمل فيها عمليه وان شاء الله يقوم بالسلامه. كوكا اصابه طبعا هتمنعه من المشاركه. وتلاقي ريبيرو مصر اللي هو يلعب الدبيس. طب الدبيس لسه راجع من الاصابه. يعني عندك عماد النحاس بيتحايل عليه بيقول له يا كابتن يا ريبيرو يا مدير يا فني لاعب العش، ادي العش فرصه.
او حتى لاعب العشق مثلا الشوط الاولاني ونزل الدبيس حتى اخر 20 دقيقه من الشوط الثاني. ريبيرو مصمم على الدبيس مع ان الدبيس لسه راجع من اصابه. فربنا يكون مع النادي الاهلي النهارده ويوفقه قدام بالميراس ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب ويفرحنا كلنا.